نسابق الزمن نسابق الزمن لننقل لكم أهم نشاطات دائرة الصحة ديالى. طيب الله أوقاتكم متابعينا الكرام، إليكم الموجز الأسبوعي الإخباري من دائرة الصحة ديالى. مدير عام صحة ديالى يرافق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني ووزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح الحسناوي لمتابعة نسب الإنجاز وسير التنفيذ في مشروع المستشفى الأسترالي شرق مدينة بعقوبة. مدير عام صحة ديالى يشارك في الاجتماع الذي ترأسه دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني بديوان المحافظة، وبحضور معالي وزير الصحة والسيد المحافظ وعدد من السادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمستشارين ومدراء الدوائر الخدمية. مدير عام صحة ديالى يستقبل معالي وزير الصحة بمكتبه بمركز الدائرة، متابعا معالي الوزير تنفيذ الخطة السنوية والبرنامج الحكومي فيما يخص الواقع الصحي. مدير عام صحة ديالى يرافق معالي رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية المهندس سعد الجبوري لمتابعة مشروع إنجاز دار الأطباء والطبيبات في مستشفى البتول التعليمي. صحة ديالى تؤكد استمرار أعمال التوسعة وإعادة التأهيل في مستشفى جلولة العام. وقسم التفتيش والشكاوى يصادر كمية كبيرة من الأدوية وإغلاق 4 صيدليات و3 عيادات طبية للأسنان في جلولة لمخالفتها الضوابط والتعليمات الوزارية. الرقابة الصحية بقطاع بعقوبة الأول تغلق صالون نسائي وترصد مواد تجميل منتهية الصلاحية في بعقوبة. نجاح عملية استئصال ورم سرطاني من الفك العلوي لمريض بعمر 60 عام. إلى هنا نأتي إلى ختام موجزنا الأسبوعي الإخباري من دائرة صحة ديالى. شكرا لحسن المتابعة وانتظرونا في الموجز القادم. إلى اللقاء.